نتكلم. قول يا شيخ قول. نتكلم في مشاكلنا. انتوا النهارده في بورسعيد، المدينه اللي انتوا عارفين عنها كفاحها الطويل، بس بورسعيد للاسف حزينه. بورسعيد للاسف بتعاني، والمعاناتنا ان احنا لما رجعنا من الهجره عملوا المدينه الحره، بس واضح ان الناس في مصر ما عجبهمش وقعدوا يقصقصوا في ريش المدينه الحره لغايه لما الغوها. قال لك تتلغى المدينه الحره، هي اللي بتدمر اقتصاد مصر، ونسيوا مين اللي فعلا بيدمر اقتصاد مصر. قفلوها بالضبه والمفتاح ووعدوا، قالوا هنضخ في بورسعيد 14 مليار 12 مليار مزايده، كل واحد طلع يرميله شويه مليارات في الجرايد، ولا شفنا منهم حاجه ولا وصلنا منهم حاجه. النهارده بورسعيد مدوا لها سنتين، قالوا طيب احنا ما قدرناش نعمل فعلا، هنمد سنتين يخلصوا كمان 3 اشهر، على اساس ان هم يبنوا اقتصاد ويقدموا حاجات ويعملوا مصانع ويشغلوا الناس ويشغلوا شرق بورسعيد، وبرضه ما شفناش حاجه من الكلام ده. رحنا في مجلس الشعب قعدنا نقول لهم ونقدم طلبات ونقدم اسئله للحكومه. ازاي يا حكومه وعدت بمليارات ما شفناش منها حاجه، وكمان 3 اشهر هتقفل المدينه الحره، وفي اكتر من 50,000 بني ادم مش هيلاقوا شغل، مش لاقيين حد يكلمني. نقدم طلب الاحاطه ما حدش يرد، نقدم السؤال ما حدش يرد، نكتب في الجرايد ما حدش يرد، نتكلم في التلفزيون ما حدش يرد. ولكن بما ان الحكومه المصريه دي ليها كبير هو اللي معينهم وهو اللي جايبهم، فانا النهارده بقول لكم ان احنا هنتوجه بالحديث للرئيس محمد حسني مبارك شخصيا، ونسيب الحكومه اللي مش عايزه تتكلم معانا. ونقول يا سياده الرئيس، الحكومه مش عارفه تاخد قرار، يا اما خايفه يا اما مش عارفه يا اما مش عايزه. وانت يا ريس الوحيد اللي شعب بورسعيد بيبص لك ويقول لك نرجوك اما ان يحققوا اللي هم وعدونا بيه علشان اقتصاد البلد دي يقف، يا اما نمد المدينه الحره كمان، نمدها علشان الناس تلاقي لقمه عيش وتلاقي شغل، نمدها علشان ما يدمروش بالمره زي ما دمروا اقتصاد بقيه المحافظات اقتصاد بورسعيد. النهارده في ذكرى الزعماء هناخد من اللي هم عملوه بالنسبه لنا مثال. هنخاطب الزعامه بطلبات هتتقدم الى السيد الرئيس شخصيا، نناشده فيها ان هو يتدخل لانقاذ مدينه بورسعيد، يتدخل علشان يعملوا لنا خطه واضحه. البلد دي ما عدناش عارفين الخطوه الجايه فين، ما عدناش عارفين هيحصل ايه كمان شهر كمان شهرين، لا اسكان لاقيين ولا نافع الاقتصاد ولا تجاره. طيب وبعدين هنفضل لغايه كده لامتى؟ انا مش عايز اطول عليكم، انما الوجع موجود في كل محافظه في مصر، كلنا مشتركين في حاجه واحده، ان احنا كلنا موجوعين ومستنيين الفرج، وان شاء الله الفرج هيكون قريب. اسمحوا لي ان اقدم لكم استاذي العزيز الذي جاء اليكم ليتحدث في هذه الذكرى، رئيس حزب الوفد المنتخب باغلبيه اعضاء الوفد، الدكتور محمود أباظة. عاش الوفد ضمير الامه، عاش الوفد ضمير الامه، عاش الوفد ضمير الامه، عاش الوفد ضمير الامه، عاش الوفد ضمير الامه. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الإخوة